قاعدة في الميكروباص في أمان الله، وإذ فجأة أكتشف إن حياتنا في الميكروباص هي صورة مصغرة من حياتنا في الحياة الكبيرة دي، ما عدا حتة نونو قوي، هي إن تفكيرنا وإحنا في الميكروباص غير تفكيرنا وإحنا في الحياة. وهو ده موضوع حلقتنا. تعالوا أقول لكم إيه وجه الشبه. يلا بينا. بصوا بقى، أول ما بنوقف الميكروباص إيه اللي بيحصل؟ يا إما بنلاقي كذا كرسي وأنا أختار الكرسي اللي يريحني، يا إما أبص ألاقي كرسي واحد اللي فاضي، والكرسي ده في الغالب يكون مش حلو ومش عاجبني إن أنا أقعد فيه، ولكن ما باليد حيلة بروح أقعد فيه. ده اللي بيحصل في حياتنا، ان احنا ساعات بنسعى عشان نتحط في موقف معين واحنا اللي بيبقى ايدينا الاختيار، ومواقف تانية بنتحط فيها واحنا ملناش يد فيها، ولكن بنقول خلاص هنقعد فيها شوية. طيب دخلت وقعدت في الكرسي اللي هو مش مريحك ده، طيب هل هتنك قاعد في الكرسي ده، ولا هتستنى ان حد من الزباين اللي راكبين يكون نازل والكرسي بتاعه ده يكون عاجبك جدا، واول ما ينزل تروح رايح وقاعد فيه؟ وده برضو اللي بيحصل في حياتنا، ان احنا مبنتناش قاعدين في مكان احنا مش مستريحين فيه، ولكن بنسعى ان احنا نكون الافضل، وبنسعى لاي فرصة نكون فيها احسن في الحاجة اللي احنا بنحبها. طيب تعالوا نشوف شبه تاني. انا دلوقتي وانا قاعدة على الكرسي رحت لقيت مثلا الفرشة مش مفروشة كويس، هروح فرشاها. لقيت الشباك مقفول، هروح افتحه. طب افرض انا قعدت ما لقيتش فرشة ولقيت الكرسي مخرم، ما باليد حيلة هقعد عليه كده. طب افرض جيت افتح الشباك لقيت الشباك ما بيتفتحش، ما باليد حيلة هقعد كده. وده اللي بيحصل لنا في حياتنا، ان احنا بنبقى قاعدين ساعات في ظروف ملناش يد فيها، فبعدين قاعدة وصبر عليها، وساعات تانية نروح نلاقي في حاجات بإيدينا ان احنا نغيرها، فاروح عدلاها زي ما عدلنا الفرشة وزي ما فتحنا الشباك. طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي، لو انا خلاص استقريت في المكان ديت وظبطته وفرشته وفتحت الشباك وقعدت ومستكيفة، يا ترى بقى هقعد فيها على طول، ولا انا هيجي محطة بتاعتي وهنزل؟ وده برضو اللي بيحصل لنا في حياتنا، بعد ما بنشيك حياتنا وبنظبط نفسنا بيجي علينا الوقت اللي احنا بنقابل وجه كريم. يبقى اخد بالي ان انا ارتب، لكن اخد بالي قوي ان انا مش قاعدة في المكان ده كتير، ولكن هقعد في الوقت اللي انا قاعداه وانا مظبطة المكان. ده برضو تفكيرنا واحنا في الميكروباص. طيب نيجي بقى للناس اللي حوالينا. في بعض الناس تلاقي تعاملها زي الفل، تقول له لو سمحت ممكن تطفي السيجارة، يروح على طول رامي السيجارة من الشباك. وواحد تاني تقول له لو سمحت ممكن تطفي السيجارة، يروح طلع كده راسه من الشباك ويشرب السيجارة بره، اكن الدخان مش هيلف ويرجع لك. ففي ناس غيتته واول ما تنزل تقول الحمد لله خلصنا منه، وناس تانية ظريفة تتنها ذكرى في حياتك وتتكلم عنها وتحكي عن الحدث دي. وده برضو اللي بيحصل عندنا في حياتنا. طيب ايه بقى الحاجة اللي بتبقى موجودة واحنا في الميكروباص ما بنعملهاش في الحياة؟ هي تفكيرنا. وانت قاعد في الميكروباص كل تفكيرك بيكون في المشوار اللي انت هتروحه، في الاحداث اللي انت هتعملها. طب هتعمل ايه؟ طب لو ما لقيتش ايه البديل؟ وهكذا قاعد تفكر، ومش في بالك خالص الاحداث بتاعت الميكروباص، لانك عارف انك هيجي الوقت اللي تنزل فيه من الميكروباص، وكل الناس دي ما هياش قاعدة معاك على طول. طيب ليه بقى في دنيتنا ما بنعملش هذا التصرف رغم كل التشابه اللي ما بين الأحداث بتاعة الميكروباص وما بين أحداث حياتنا؟ احنا دلوقتي في حياتنا المفروض ان احنا رايحين هنتقابل في يوم الحساب بصحيفة أعمالنا. ليه ما بفكرش في المقابلة دي وإيه الحاجات اللي هعبيها في الصحيفة بتاعتي من خلال التعامل مع الناس، من خلال إنجازاتي في الحياة اللي هقابل بيها ربنا وأقول له آدي الحاجات الجميلة اللي أنا عملتها علشان أنا عايزة أنال ثواب الجنة. طيب احنا ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ ان احنا بننتبه للاحداث اللي جوه الميكروباص، الاحداث اللي جوه الحياة، ونبتدي نتخانق مع ده ونتعافر مع ده، لا انا اللي صح، لا انت غلط، وهكذا، وننسى اللي احنا رايحين عشانه. طب ايه رأيكم بقى ان احنا نبقى بنفس تفكير وعقليتنا واحنا داخل الميكروباص؟ بيتهيألي الموضوع هيبقى احلى، ونبتدي ان احنا نعيش واحنا مكبرين دماغنا من الناس، ولكن نتعامل معاهم حلوة علشان نبتدي نكتسب حسنات، وتبقى في صحيفة حسناتنا نقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى. ولا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.